كده زي ما احنا شايفين بعد ما سيبنا الفسيخ 10 ايام، لان الجو الايام دي ولا هو الصيف ولا هو الشتاء. في الشتاء بتسيبيه من 12 ل 15، وفي الصيف بتسيبيه 7 ايام. احنا الفتره دي سيبناه 10 ايام بس. احنا محدقينه الاربع اللي قبل شم النسيم، ومطلعينه بعدها ب10 ايام زي ما احنا شايفين. والميه الفسيخ سرد زي ما احنا شايفين. والجردل ده احنا بنحط فيه ان كانت كميه كبيره او بسيطه ولها غطا بنغطي عليه. وهنشيله ونحطه دلوقتي على الصينيه نشوفه مع بعض. وكده زي ما احنا شايفين مع بعض هنفتحه. بسم الله. كنا لفينه اول لفه بالاسترتش اللي احنا بنقطعها الاول دي زي ما احنا شايفين كده. دي لفه الاسترتش. وقلنا اهم حاجه ان انت تلفيه كويس. كده اول حاجه حشنا الاسترتش، ومعانا هنا الاكياس البيضه الكبيره اللي احنا كنا لافين فيها ورجعنا تنيناها عليها تاني زي ما احنا شايفين بالشكل ده. كده الكيسين اللي احنا كنا لافين فيهم. بسم الله. كده كده زي ما احنا شايفين بالشكل ده. دي اللي احنا كنا عاملينهم. بسم الله. دول كانوا 7 وحدات زي ما احنا شايفين كده. بسم الله. هنحش الاول الملح. طبعا هو لسه فيه ميه برضه. هنحش بس الملح من عليه كده ونفتحه مع بعض. زي ما احنا شايفين. بسم الله ما شاء الله. شايفين ما شاء الله. هنجيب طبق بس، وزي ما احنا شايفين كده ما شاء الله. وهنفتح كمان واحده مع بعض. وزي ما احنا شايفين ما شاء الله. شايفين ما شاء الله. زي ما احنا شايفين زي ما قلنا بعد 10 ايام. ما بتقعدوش زياده عن كده. وفي الصيف 7 ايام زي ما احنا شايفين كده. وزي ما احنا قلنا اهم حاجه ان انتوا تحطي الملح، وممكن تستغنى عن الشطه، ممكن تستغني عن الكاري. ممكن تستغنى عن الشطه لو انت ما بتحبيش الشطه. والورق اللورا والحبان اللي احنا كنا حاطينه فيه عشان الريحه مش اكتر ولا اقل. الورق اللورا اللي احنا كنا حاطينه فيه للريحه بس مش اكتر ولا اقل. يعني ممكن تستغني عنه برضه. ولو عجبكم وصفتنا النهارده اعملوا لهم تابعوا وشير عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم.